مباراة إمام بيتفوق على نفسه. والله الحمد لله، بشكر ربنا طبعا على المكسب النهارده وعلى البطوله، وبشكر طبعا اللعيبه، وتحياتي طبعا للكابتن ابراهيم. مش عارف مين اللي معاه في الاستوديو، تحياتي ليهم كلهم. والحمد لله بطوله، يمكن لسه طالعين من بطوله. زي ما قلت برضه قبل كده، احنا خلاص كنا قفلنا صفحه البطوله اللي فاتت، وركزنا في البطوله. كانت ضد العين، طبعا فرقه لها كل الاحترام، والحمد لله ربنا كرمنا النهارده، يعني الحمد لله. على رأي كابتن إبراهيم فايق، الأهلي بابا الشغلانة، ومن ساعة ما أنت انضميت للأهلي وأنت مش ملاحق بقى على البطولات ما شاء الله. مش عايز أحسدك. الحمد لله الحمد لله، لسه ان شاء الله، لسه قدامي مشوار طويل طبعا. انا زي ما قلت، انا يمكن من اول ما دخلت النادي الاهلي، اول يوم ليا لحد وقتنا هذا، الواحد بيتعلم البطولات طبعا في النادي الاهلي على طول. لازم يعني كل لعيب موجود معانا هنا اكيد مفكرين في كده، النادي الاهلي بيلعب على البطولات بس. وطبعا انا بشكرهم طبعا، اللعيبه اللي عملوا مجهود جامد النهارده، وبشكر الجمهور اللي كان ورانا من اول دقيقه لاخر دقيقه، وبقول لهم الف مبروك. بالتأكيد الجمهور النهاردة كان فيه تحية خاصة لإمام عاشور النهاردة بعد المباراة. انا الجمهور والله ده الذواق بيحس باللعيب اللي بيموت نفسه في الملعب. بالظبط طبعا. لا، الجمهور مهما الواحد يتكلم عن جمهور النادي الاهلي مش هيديله حقه طبعا. انت شفت النهارده من اول دقيقه لاخر دقيقه الاجواء كانت عامله ازاي، كان رعب بصراحه. يعني الواحد حتى لو في كوره بتتقطع، الجمهور في رعب في الملعب. الواحد كان مبسوط النهارده طبعا وسط الجمهور اللي كان موجود ده. بقول لهم الف مبروك، وان شاء الله من مزيد باذن الله الفتره الجايه. إمام، خليني أسألك وأنا عارف إن أنت صريح، إزاي قدرت تحول انتقادات الجماهير بعد السوبر الافريقي وكل لاعبي النادي الاهلي لطاقه ايجابيه ان انتوا تسعدوا الجمهور مرتين في اقل من شهر، سواء السوبر المحلي او النهارده الافرو اسيوي؟ لا بص انت، يعني بدل حطيت رجلك في النادي الاهلي، بدل حطيت رجليك داخل النادي الاهلي، خلاص انت بتلعب على البطولات. بطوله هتروح هيجي قدامها 100 زي ما انا مش قلت. بطوله وبس، ده الجمهور بيبقى طالب البطوله والاداء. معلش انا اسف. اكيد طبعا، اكيد ايوه طبعا، ما فيش بطوله بتيجي من غير اداء طبعا، لازم الاداء. بس انا زي ما قلت لك، بدل خلاص انت دخلت جوه النادي الاهلي، خلاص بتعود على البطولات. انجازات طبعا، يعني بتلعب في بطولات زي بطولة النهارده طبعا. لا، النادي الاهلي معروف، يعني معروف في العالم كله، مش في افريقيا بس طبعا، اللي هو بيلعب على بطولات دايما. والحمد لله على المكسب، وبشكر الجمهور، اقول لهم الف مبروك، الف مبروك للعيبه. المهم انا حاسس ان اللعيبه مصدقه نفسها ان ممكن الاهلي يبقى بطل العالم، ليه لا؟ ايوه اكيد طبعا، انا قلت لك بدل بتلعب في النادي الاهلي، احلم وهتحقق كل اللي نفسك حتى لو فيه. كنت بطل العالم. احلم وهتحقق كل اللي نفسك فيه، مفيش حاجه صعبه على النادي الاهلي. ومفيش حاجه صعبه على اللعيبه رجاله. واحنا واثقين في اي حاجه. وان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه ان شاء الله. شايفك مبسوط ان كهربا رجع. لا طبعا، ده اخويا بيني وبينك. الكبير، اخويا الكبير ده، لا اخويا الكبير والله. لا، كهربا لعيب كبير طبعا، الواحد مش محتاج يتكلم على كهربا. مفيش حد ما بيغلطش، كلنا بنغلط. هو وجوده كان معانا النهارده طبعا، كان دافع لينا كلنا. يمكن حصل حاجه منه الماتش اللي فات، بس احنا وعدنا ان احنا هنرجع بالبطوله، والحمد لله يعني حققنا اللي كنا عايزينه يعني. كان ليك دور في انهاء ازمه كهربا. بس والله ما بحبش اتكلم في التفاصيل دي، بس احنا هنا كلنا واحد، احنا اللعيبه كلها اخوات، سواء بره الملعب او جوه الملعب، وده بيدل على نجاحنا جوه الملعب. فانا مش هقدر اقول اكتر من كده. امام عاشور حاليا في مصر مش نجم كوره بس، ده كمان نجم الناس بتتابع اخباره بره الكوره وجوه الملعب وبره الملعب. بالتاكيد انت بتتعرض لضغوط على السوشيال ميديا في كل مباراه، سواء في حياتك الشخصيه في الملعب. بتتعامل مع ده ازاي؟ انا عارف ان انت لعيب قوي نفسيا. والله انت جاي مع انسان بارد. انا والله العظيم ما بركز في الحاجات دي خالص. اصل انا بص، انا مش هركز في السوشيال ميديا خالص. انت قلت لي الجمله دي واحنا مسافرين الكاميرون في بطوله افريقيا. حاجه، انا مع احترامي لاي حد بيطلع ينتقد في امام عاشور، مع كامل الاحترام، بس انت كلامك مش هيأثر فيا. انا شغلي في الملعب، بتمرن وبلعب ماتشاتي، وربنا موجود، اللي ربنا كاتبه هنشوفه. لكن انت هتطلع تتكلم على امام عاشور وتقول امام عاشور، خلاص انا مش مركز معاك. قول اللي انت عايز تقوله، بالعكس انا بتديني طاقه. بالعكس، يعني انا باخد كلامك ده حتى لو انا بشوفه اصلا، مع ان انا ما بشوفش حاجه. لو انا بشوفه انا باخد طاقه منك. فانا بشكر اي حد بيتكلم على امام عاشور وحش. قول له انا بارد.
انا مش في دماغي حاجه والله، انا مركز مع النادي الاهلي، مركز في تمريني ومركز في شغلي، واللي عايز يتكلم يتكلم عادي. خلي بالك برضو الجمهور وده عاوز الاداء لعيبه الاهلي تطلع ال 100% وده حقهم، متعودين على البطولات. دي حاجه يعني، دي حاجه، والنقطه اللي انت بتتكلم فيها حاجه اكيد طبعا. انا قلت لك النادي الاهلي متعود على البطولات، لعبه النادي الاهلي متعوده على البطولات. انت دخلت النادي الاهلي خلاص انت بقيت ملزم ان انت لازم بطولات، ودي حاجه طبعا. يعني انا مبسوط طبعا ان انا في النادي الاهلي. الحمد لله بقى لي سنه اهوت وشويه، سنه وشهرين ثلاثه كده. معايا 6 بطولات الحمد لله، وان شاء الله لسه اللي جاي اقوى يعني ان شاء الله. اكيد امام عاشور بعد الجواز مستواه تطور، بالتاكيد البيت ليه دور في حياه امام عاشور، وخاصه بعد ما عندك بقى بيبي وبقيت اب بقى وحاجات حلوه كتير. لا طبعا، طبعا اهلي دول يعني ربنا يخليهم ليا دايما في ظهري، سواء مراتي او والدتي او حماتي، او انت خليني اقول في ناس كتير هتزعل مني، او حمايا وبابايا برضو واخواتي طبعا. يعني معايا بصراحه في كل حاجه، دايما في ظهري. وكتاليا طبعا وش السعد ربنا يخليها لي يا رب. وانا عارف ان مراتي النهارده زعلت مني عشان ما بوظتش الدبله وبوسها لي كام على الهوا، عشان ما تزعليش. انت نسيت تبوس الدبله بعد الجول النهارده؟ والله لا مش نسيت خالص والله. عشانك هبات على السلم النهارده يا امام. لا تقلقش انا مسيطر، عيب عليك. لا مسيطر. لا انا طبعا بتتعب معايا، وربنا يخليها لي يا رب، ودايما كده في ظهري على طول. ويا رب دايما. مبروك يا امام، وان شاء الله اسجل معاك بقى واحنا في قطر وفرحانين بالاهلي بطل العالم باذن الله. الله باذن الله، دعواتك باذن الله. شكرا. كابتن ابراهيم خالد